السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معانا النهاردة صوص الفراولة. طبعا الفراولة الايام دي منتشرة جدا وحاجة طبيعية جدا. عندي هنا نص كيلو من الفراولة، حلوة جدا ومتنقية، حاجة نضيف. ضربتها في الخلاط او في الكبة من غير ولا نقطة مية، ضفتها في حلة على النار وحطيت لها 3 معالق من السكر. اول ما بدأت تغلي معايا، عملت الرغوة اللي انتوا شايفينها دي، هبتدي اضيف لها نقطتين بالظبط من عصير الليمون. ليه؟ لان الليمون مادة حافظة. لو مش متوفر مع عندي ليمون، ملح ليمون مفيش اي مشكلة، بس اكيد الليمون في كل بيت. حاجة طبيعية وصوص طبيعي. وطبعا كل سنة وانتم طيبين، احنا داخلين على العيد وهنحتاج الصوصات دي للتزيين وللبيتي فور والحلويات العيد. صوص طبيعي جدا مفيهوش اي حاجة. فراولة رخيصة جدا الايام دي، ب12 جنيه ب15 جنيه، واغلى حاجة ب20 جنيه، وهتكون حاجة طبيعية ومضمونة في البيت. عندي انتوا شايفين العلامة بتاعت الصوص؟ كان الاول فين البيوريه، وبعدين الصوص قسر جدا. هيفور زي ما انت شايفة كده، او هيعمل رغوة كثيفة. هدي النار وما تخافيش منه خالص. اول ما الصوص عندي بدأ يقصر وتقل جدا وما بقاش فيه مية وميته اتبخرت، دوبت معلقة نشا في معلقة مية زي ما انت شايفة كده، وضفته لحد ما القوام بتاعي تقل، بس مش تقيل اللي هو قوام المهلبية، لا، يعني سميك بتحكم فيه في التزيين. حاجة طبيعية جدا. عملت بيه الايس كريم، وعملت بيه الكنافة هنزلها لكم. حاجة تحفة جدا. كان عندي هنا ازازة صوص قديمة، غسلتها وعقمتها ونشفتها كويس جدا وفضيته فيها وحطها في باب التلاجة. مفيش احلى ولا ارخص ولا انضف من كده. حاجة طبيعية 100%. وشوفي القوام، شوفي اللون بتاعه، مفيش احلى ولا اجمل من كده. ومش هتشتري في حياتك صوص انتي ضامناه بالطريقة دي. ما شاء الله، حاجة في منتهى الجمال. ان شاء الله مستنياكم تجربوه. لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش الاشتراك واللايك، علشان ده يشجعني ان انا اكمل. مستنياكم تجربوه.